السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة ده اللي أنا عايز أكلم حضراتكم فيه موضوع مهم جدا جدا جدا. وموضوع بقى حاجة مستفزة، حاجة ما ينفعش إن احنا نسكت عليها. الموضوع وهو موضوع الألم، موضوع الجرح، موضوع الغدر، موضوع إن أنا كل يوم بنصدم في الناس، كل يوم وجوه ملونة ووجوه كانت تحمل أقنعة من التمثيل للصدق والأمانة والصراحة، ولكن سقطت هذه الأقنعة للأسف الشديد. خليني أقول لحضرتك وخليني أقول لحضرتك: اتظلمت، اتوجعت، اتصدمتي حضرتك، اتألمتي قوي، اديتي وما لقيتيش. اه يا فندم، حسيتي وحضرتك حسيت بهنا كده في الحتة دي كده بنار بتاكل جواك، بتاكل أحشائك وبتاكل جسمك وبتاكل فكرك وبتاكل، خلاص مش قادر، وعيطت وبكيت وحضرتك عيطتي وبكيتي. اه تستاهل. ايه؟ تستاهل يا فندم، حضرتك تستاهل وحضرتك تستاهلي، ما انت السبب، حضرتك السبب. حضرتك فضلت تدي في مشاعر للناس الغلط، وحضرتك برضو فضلت تدي وتضخي مشاعر بدون ما يكون هناك تبادل لهذه المشاعر. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني في، مش يعني برضو في حاجة مش، لا يا فندم، أصل كل إنسان عنده حاجة اسمها بنك المشاعر. بجد والله كل إنسان عنده حاجة اسمها بنك المشاعر، والبنك دايما زي ما بيبقى فيه إيداع بيبقى فيه سحب. هتفضل تدي في مشاعر بدون ما تاخد ويبادلك الشخص الآخر مشاعر. طيب إيه اللي بيحصل؟ بفضل أدي في مشاعر أدي في مشاعر لحد ما حضرتك فلست يا فندم. والله حضرتك فلستي، وحضرتك فلست، فكانت الصدمة جامدة، وكانت الصدمة مؤلمة وموجعة، وكانت النتيجة في ناس تعبت وقعدت في السراير، وفي ناس جالها اكتئاب، وفي ناس مش عارفة تفكر، وفي ناس مش عارفة تشتغل. بسبب ايه يا فندم؟ بسبب المشاعر. تاني، بسبب المشاعر. ممكن حضرتك تقعد في السرير، والله ممكن حضرتك يجيلك اكتئاب، ممكن حضرتك تبقى في نار جواك. وعلى فكرة في ناس بتسمعني دلوقتي وأنا عارف بتتألم وبتقول فعلا أنا حاسس باللي أنت بتقوله كله، بس مش عارف أعمل حاجة، مش عارف أتحرك، مش عارف حد ياخد بإيدي. مفيش حد بياخد بإيدي. يا فندم، محدش هياخد بإيدك على فكرة. والله محدش هياخد بإيدك. إما كنتش أنت هتاخد بإيدك وتخليها تطبطب على نفسك، محدش هيطبطب عليك. لازم محدش هيطبطب عليك غير إيدك، صدقني والله. طب أنا اديت مشاعر يا دكتور هيثم، اديت حاجات كتير كويسة وما لقيتش الحل يا فندم. إن أنت تحتسب دوت عند الله سبحانه وتعالى،
تقول دوت يا رب أنا يعني دوت جزينا عليه خير، دوت كان لله سبحانه وتعالى. وتعلم دايما إن أنت توزع مشاعرك. هتدي لصديقي دوت هدي لصديقي دوت 10% مشاعر، هدي لصديقتي دي 5% أو 7%. أدي حاجات بسيطة. ليه؟ عشان كل ما هتتوقع كل ما الصدمة هتكون كبيرة. تاني، كل ما حضرتك هتتوقع وتتعشم قوي في اللي قدامك كل ما الصدمة هتكون كبيرة. ما تتوقعش. ادي مشاعر وخلي فيه ليميت معين، خلي فيه سقف لهذه المشاعر، عشان خاطر لما تدي للشخص ده المشاعر بتاعتك ويحصل لك صدمة بسيطة يبقى في إنسان آخر ممكن إن هو تسحب منه من رصيدك من هذه المشاعر. طيب، في أشخاص ممكن إن هم يسببوا لي صدمة واكتئاب. والله عندي 3 أنماط من الشخصيات ممكن أتأذي منهم لو أنا مش فاهمهم. أول شخص هو الشخص السيكوباتي. الشخص السيكوباتي ده من الآخر اللي هو ما بيتمرش فيه حاجة، لو اديله صوابعك 10 شمع مش هيتمر فيه أي شيء. شخص ما عندوش ضمير نهائيا، فده لازم تكون فاهمه وعارفه عشان خاطر تتوقع منه أي شيء فما تصابش بصدمة. عندي شخص آخر وهو الشخص السلبي. الشخص السلبي دوت اللي هو تيجي تاخد رأيه في حاجة يقول لك اللي انت شايفه. طب ايه اللي انت شايفه؟ والله طب يعني مش عارف، انا ما اعرفش. ده الشخص السلبي. وعندك الشخص اللي هو ابو العريف اللي هو فاهم في كل حاجة. فاهم في الطب تلاقيه، في الهندسة تلاقيه، في أي حاجة بتكلمه فيها هو فاهم. ده بعد ما تيجي تقع يقول لك إيه، هو أنا مش قلت لك؟ هو لا قال ولا عاد، هو بس يعني فاهم وخلاص. حتى في دي فاهم إن أنت وقعت، كان متوقع إن أنت هتقع. فخلوا بالكوا يا جماعة، موضوع المشاعر ده موضوع مهم جدا. ما تديش مشاعر غير لما يكون هناك تبادل لهذه المشاعر. يا رب أكون أفدتكم ولو بالقليل. حبيت إن أنا أدي نظرة ولقطة عشان خاطر في ناس بجد موجوعة بسبب موضوع المشاعر ده. حاول برضو تغير فكرك، لأن الفكر هو اللي بيسلم للمشاعر. الفكر هو الذي يؤدي إلى المشاعر وبيحرك المشاعر سواء إيجابية أو سلبية، ثم بعد ذلك السلوك، ثم بعد ذلك النتيجة. فخلوا بالكم، على قد ما تدي من مشاعر حاول إن أنت تلاحظ هل هناك تبادل لهذه المشاعر أم لا، عشان خاطر ما تتوجعش وتتألم وتتصدم. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.